طبعا انا قرفان النهارده، طلعت اتكلمت كتير وصوتي تعبني. لو عايز اتكلم النهارده عن ماتش برشلونه وباريس سان جيرمان. العيال من 84 للدقيقه 95 يجيبوا 3 اهداف. يا ولاد الكلب، ايه الافتراء ده؟ ها؟ بالنسبه لهاني جهاد جريشه الطويل، طويل وهبه. شفت ضربه الجزاء حسبوها ازاي؟ ولد مكعبله بودانه في رجليه. الراجل قال مش بلانتي، خلاص مفيش مشكله. جه الحكم الله يزمان، الحكم الرابع قالوا بلانتي، الراجل حسبها ضربه جزاء. كل احترام طبعا لانها بين صحيحه. لما جهاد الطويل ده يقول لك ماليش دعوه بالحكام. لما عايز اتكلم، عبد الرشيد ابو حته، الشيخ بتاع درمواسي يا ولد، كلام واضح. اللي كان مكلمه زدان قبل كده. طبعا علاقه بيكيه بالحضري، جامايكا بيه، كلام واضح يا ولد. يا عصام انت سامعني كويس. علاقتك ببيكيه هي اللي وصلتكم عبد الرشيد ابو حته، الشيخ بتاع المواس. وكلمتوه يا ولد وعملتوا سحر. ازاي يعني 3 اهداف في اخر 10 دقايق؟ ليه؟ بيلعبوا مين يعني؟ سوبرمان وباتمان وسلاح في المنجا؟ ايه القرف ده؟ النينجا بيلعبوا؟ ايه يا عم جاد يا ابو ريشه، شايف البرنامج ازاي؟ والحكام لهم دور في الملعب. طبعا انا اتهقت وزهقت وقرفت من الحكام ومن لجنه التحكيم ومن ده ومن ده وجهال وغيره وغيره. انما انا عايز اتكلم في النقطه دي. يا حضري انت وبيكيه اتفقت مع عبد الرشيد ابو حته بعد ما انا فرحت، انا شخصيا فرحت بقى في الواد اللي شبه سما المصري العبيط ده اللي اسمه كفاني، وفرحت بيه. انما ولاد الكلب يجيبوا 3 اهداف؟ يا ولاد الكلب انتوا ايه؟